على رسول الله، شكرا على الحضور. ويعني احنا بنرحب بضيوفنا الكرام. انا حسيت يعني الضيوف يعرفوا نفسهم ويبداوا هم بالتعرف، لكن يعني ان شاء الله الندوه مفيده ومهمه. واتمنى ان شاء الله يعني يكون عندنا تعاون يعني مستمر، ندوات علميه او ندوات توعيه زي الندوه بتاعت النهارده، وربنا سبحانه وتعالى يوفق يعني. بشكركم. أولا أحب أشكر السبونسر الكنديان اللي هو الإثنو كلتشر ده، لأنه الحقيقة أتاح لنا الفرصة إننا ما يكونتاكت مع الناس المصريين اللي إحنا للأسف عايشين سوا في نفس المدينة، وناس كتير منهم ما بنبقاش قادرين إننا نوصل لهم ولا نقعد نتكلم معاهم. وبشكركم هنا إن أنتوا أتحتوا لنا الفرصة إن إحنا نيجي نعمل التوعية ديت. أنا اسمي مي خليفة، دكتورة أمراض صدرية في مصر، وهنا بدرس في جامعة مونتريال كواليتي مانجمنت اوف هيلث كير سيستم. السلام عليكم، أنا يمنى المصري، صيدلانية من مصر، وعملت هنا ماجستير في كلينيكال فارماكولوجي من جامعة مونتريال، وقدمت حتى مرة من السلام عليكم، أنا غادة إبراهيم، طبيبة مصرية، وبعمل هنا ماستر في السايكايتري في جامعة مدينة، وشغالة حاليا في دوبلس انستيتيوت. وأنا جاية أنا وزمايلي إن شاء الله النهاردة تحت رعاية منظمة اسمها الكنديان إثنو كلتشر كونسل، وعايزين نوصل لكم الرسالة اللي هم عايزين يقولوها. هو CSC أو المجلس العربي الثقافي الكندي هو أساساً مؤسسة تأسست عام 1980. هي مؤسسة تحالفية غير ربحية تمثل شريحة من الجماعات العرقية الثقافية في جميع أنحاء كندا. طيب أهداف الجمعية دي إيه؟ هي ضمان حفاظ تعزيز وتبادل الثقافات الكندية المختلفة، وإزالة الحواجز التي تمنع بعض الكنديين من المشاركة الكاملة في المجتمع والمساواة بين أفرادها، القضاء على العنصرية وإبقاء كندا موحدة. طب إحنا مين؟ إحنا مجموعة أطباء مستقلين تم ترشيحنا من قبل بعض المسؤولين المصريين اللي موجودين هنا في كندا إن إحنا نتعاون مع المنظمة ديت ومنظمة الصحة الكندية، إن هما بيدرسوا لنا الحالة أو الملف المصري الكندي الموجود هنا في بعض الأمراض، والمفروض بقى إن إحنا مكلفين ننقل الملف دوت للمصريين باللغة بتاعتهم، نقول لهم إيه اللي بيحصل هنا، هو إيه ممكن يتصرفوا في إيه أمراض هنا منتشرة سواء هنا أو في مصر، إيه اللي هيضرهم، إيه اللي هيفيدهم، وزي ما نقول نعمل كده نحط ويندو للمجتمع المصري هنا في كندا. احنا عاملين بقى ايه ملف جمهورية مصر العربية اللي هو في كندا. أولا احنا عايزين نتكلم النهارده عن الفيروس أو هيباتيتس سي. هو عبارة عن فيروس يصيب الكبد. هو احنا هنتكلم النهارده على فيروس سي وعلى دي، وهنتكلم على الاتش. طيب ليه اشمعنى الحاجات ديت؟ اولا لان معدل الاصابه بفيروس الكبد سي في مصر هو الاعلى عالميا، الحمد لله احنا عملنا كده هيت نمبر 1 في العالم. اوكي، ال WHO بتقول ان في مصر حوالي 22% من الاشخاص عندهم هيباتيتس سي، ودوت يعني ده اللي باين، يعني في ناس اساسا لسه ما اتعدتش. حوالي 22% تقريبا 17.8 مليون شخص في مصر مصاب بالفيروس دوت. 50 يعني الناس اللي هم اكتر من 50 سنه الاصابه فيهم تقريبا 41%. اللي هم اكتر من 50 سنه او المعدل العالي دوت بيرجع عشان الحمله الصحيه اللي اتعملت سنه 1960 وسنه 1970
عشان معالجة البلهارسيا. كان في طبعا انتوا عارفين ان في مصر كان في مرض البلهارسيا، ابتدى في حملة توعية ان في العلاج عن طريق الابر، بس للاسف الناس ما كانتش يعني بتستخدم الابر الديسبوزبل او حتى تغلي الابره او وات ايفر تعملوه مع الابره، فمن ابره لشخص الابره لشخص بدل ما نعالج البلهارسيا يعني عملنا فيروس سي. فعشان كده احنا معدلاتنا عاليه جدا. جه بعد كده سنه 1990 فما قبلها ما كانش فيه في مصر دخل ان انت تعمل انفستيجيشن او تعمل تحاليل للدم المنقول ما بين شخص لشخص. يعني اي واحد يعمل حادثه في الشارع وننقل له دم، هو ما يعرفش اساسا الدم ده نظيف ولا مش نظيف. فكل اللي اتنقل لهم من سنه 1990 فما قبل ذلك كان عن طريق الدم. طبعا بقى من بعد كده وابتدت الحاجات الجديده تبقى موجوده ويبقى فيه التحاليل الوقائيه دي. في بقى حاجات تانية اللي هي عن المخدرات، استخدام اي آلات مش نظيفه من اشخاص مصابه. نعم؟ الحلاقين ما بالظبط عندك دكتور السنان ممكن لو مش نظيف، وعن طريق الاتصال الجنسي الغير وقائي. عندنا كمان فيروس بي او فيروس الكبد بي بمصر هو تقريبا 10% من التعداد القومي، ودي برضه نسبه مش هينه. عندنا الاكس اي في مصر او هو فيروس نقص المناعه البشريه، هو لسه في مصر قليل تقريبا 11,000، بس طبعا يعني ده معدل يخلينا لازم يلفت انتباهنا ان في حاجه لازم تتعمل. طيب بالنسبه بقى للمجتمع المصري الكندي، هنا الناس في كندا تقريبا ده حسب احصائيه 2011 73,250 مصري موجود في كندا. طبعا الكمية ديت ما هياش كمية قليلة، فالكنديين هنا لقوا ان المصريين اللي هنا عندهم إصابة فيروس سي عالية جدا، وابتدوا بقى يعني ينقلوها للناس الكندية. فعشان كده بيعملوا وعي للناس المصريين نعمل ايه لو حصل لك كده، او تعرف ازاي اللي حصل لك وتتصرف ازاي. وده اللي هسيبه بقى تعرفوه مع دكتورة ميمي ودكتورة يمنى. هنسمع يا جماعة الكلام اللي هنقوله إن شاء الله، وبعد كده هيبقى في فترة مفتوحة للنقاش لأي حد عنده أسئلة أو عنده نقاش.